دكتورة سراج جميل حنا، أستاذة في جامعة دهوك ومسؤولة قسم التعليم في منظمة كابني. نشكر قناتكم اليوم لاهتمامها بموضوع حقوق المرأة بالعراق بشكل عام وبالإقليم بشكل خاص. طبعا كوني امرأة طموحة دائما تسعى لتطوير ذاتها، حال الكثير من النساء بالمجتمع يسعون لتطوير ذاتهم من خلال الدراسة، من خلال المشاركة في نشاطات عامة، من خلال الناشطات المدنيات أيضا، أو من خلال العمل. جميع هذه النسوة تطمح إلى الحصول على حقوقهن في المجتمع. بالعراق بشكل عام نعاني كنا دائما من تهميش المرأة، حتى لو كانت هي كفؤة أكثر من الرجل في كثير من المواقع، لا يتم إعطائها الفرصة لتنصب المناصب أو لإعطاء دورها بشكل كامل أو حتى لإدارتها مكان العمل، بسبب مثل ما نعرف أنه هي امرأة. ولكن بالإقليم بالآونة الأخيرة شهدنا تشجيع أكثر للمرأة من خلال خاصة يعني سمعنا قبل يعني خلال الشهر الفات هو خبر جديد أيضا أنه رئيسة جامعة البوليتكنيك في دهوك امرأة. هذا خبر مشجع جدا للنساء، والنساء كلهم فرحوا بالخبر. نتمنى أنه جميع المحافظات والجامعات والدوائر والحكومة بشكل عام أنه تحذو حذو هذا العمل للبداية إعطاء الفرص للمرأة، وليس فقط جعلها كتحصيل حاصل أو تكملة عدد، أو بعض الأحيان مع الأسف يعني حتى في تمثيلنا بالبرلمان بعضا صحيح العدد زاد للنسوة لكن الكثير منهم غير فعالات، فما فائدة زيادة العدد بدون أن تكون امرأة فاعلة أو لها دور أو لها كلمتها. البعض من النساء فقط يكونون مثل الشطرنج في أيدي أحزابهم أو في أيدي جهات أخرى. احنا ما نريد هذا النوع من النساء يمثلون، نريد الامرأة التي لها شخصيتها، لها رأيها، والتي تسعى دائما لتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة أولا وثم لباقي أجزاء المجتمع. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نتمنى من جميع الحكومات أن تساهم بتطوير المرأة وإعطائها دورها، لأن المرأة أصلا طورت ذاتها. لدينا الكثير من النساء اللي هم مثقفات وحاصلات على شهادات أعلى من الرجل، لكن لا زال الرجل يأخذ المناصب باعتباره هو رجل وهي امرأة، ولا زال كثير من الرجال يهمشون ويحاربون المرأة. هذا الشيء احنا راح من خلال المنظمات ومن خلال ناشطات المدنيات والأعمال الأخرى نحاول أنه نقلل من هذه السلوكيات في مجتمعنا. أنا من دي قامة بصوتهم باسد زد قدي كأتقو فاميلي دي إنه شكيرة على أنا ونشقلتها زد قدي وقتلي كيان دقاني وبس كماسق أمرخ بشكل عام قدوة أترى أنا يخزين إنه الترابة ولا سنق تخينة هاوي لزدقة ماسق أمرخ من كل نواحي. قامو سبب إتن أخني إيوخ إتن مجتمع ذكوري ماسق أمرخ دي لي فريضي ماسق أمرخ يعني فريضة إلان قانعي ودخت آني بي سبب أخني رابي أزخ حسب ديانات. أنا يعني أنا برأيي ديانة إلى سبب الأول دي لمجتمع يحكم الذكورية يتقاوي ومرأة ليش قلتها حقوق دي لسنقتها اللي وأخني أنا طلبا الفقرة إيتنجو قانون العراقي إنه العنف ضد المرأة إنه يحق للرجل يأمر قداية فقرة أمر يحق للرجل تأنيب إيتن كلمة تأنيب كمرأة إني لا ماسق أمرخ إني لا بختة إني لا براتي خاتي فيا ريت إنه أدل إلغاء وبلطي قوانين خينا بوش سباي قالن قد يعني انه زد قام بوش هاوي خيلانه وماسخ يعني من نلتجئ للقانون ايمن هاوي لنخا مشكله انجو بيتا انجو مجتمع ان اكتي لانجو شولا. بالنسبه لحقوق المراه انها يعني دمخ القش كل حقوق انت القش يعني كبلخه معلمه كبلخه موظفه بدائره كبلخه طبيبه كبلخه بصالون، كل الحقوق التن أخني بالنسبة أخل القش. وبالنسبة للعراق عامة هم يعني قليل إثن يعني عراقيات لتي حقوق قليل بنسبة قليلة.
حتى يعني جو بغداد واني كل عنده كان كلك بلخي موظفات وطبيبات وكل من ديك بلخي.